وصلتني رسالة من صبية على الخاص إنه حاسة حالها منهارة وكل اللي حواليها تركوها وعايشت لي جو الدراما، فحبيت سمعها هالكم كلمة. يا الله تنشف ريقي لأعرف عدوي من صديقي، من أكتر الأمثال اللي كنا نسمعهم من ستاتنا زمان بس ما كنا نفهم معناهم. بس أكيد بعد الغربة والعمر هاد وبعد ما عاشرنا الناس أشكال وألوان أكيد فهمنا معناه بالتحديد. ما نحكي عن هالشخص منيح لأنه طلع معنا شرب فنجان قهوة، أو لأنه عزمته على بيتي وعملت له سفرة مثلا طويلة عريضة وآخر شي قلت ياي هالمخلوقة ما في منها. خلينا مثلا نختبرها هي نفسها، هالمخلوقة هي بالمحنة، صار عندي مشكلة، مرضت بمشفى، صار حوالي حكي وهي دافعت عني، سندتني بغيابي، توجعت قالت لي سلامتك، نجحت قالت لي مبروك، تباركت فيني لما شافتني طلعت هون. بس بتعرفوا معادن الناس على أصولها. أنا كنت من إحدى الأشخاص اللي كتير برحب باللي حوالي، ونيتي صافية معهم لأبعد الحدود، يعني فوق ما بتتخيلوا. يعني ممكن شك بحالي وكذب عيوني وأقول الغلط من عيوني إذا شفت غلط وما أقول من هالعالم اللي حوالي. بعدين لحتى صار معي هيك موقف وخلص عرفت كل اللي حوالي. هلأ أول شيء أكيد زعلت، ما بكذب عليكم بقلكن عادي، بس بعدين تحمدت الله ألف مرة والحمد لله رب العالمين على نعمة البصيرة اللي الله أعطانا إياها، الحمد لله على نعمة البلاء لحتى اكتشف اللي حوالي، الحمد لله على نعمة الصبر لنصبر ونشوف شو اللي صاير حوالينا. هي كلها نعمة من الله إنك تعرفي هذا الإنسان شو داخله وتكشفي البشر على حقيقته. هذا شيء أبدا ما بيجي بسهولة، وطبعا كل درس بيجينا هذا بيقوينا ما بيضاعف. طبعا الإنسان الذكي هو اللي بيستغل هي المواقف وبيصحى عليها. طبعا ما بنرجع بنغمض عيوننا وبنعمل حالنا ما شفنا شيء وفورا بس قالوا لنا مرحبا أهلين نركض لعند هدول الأشخاص. لا، خدوا موقف، خدوا موقف، خلوا كل شيء له حدود. وطبعا الغلب بالنهاية غلب النجاح وغلب الشغل وغلب التطور ويشوفوك أحسن منهم، غير هيك حكي فاضي. بستغرب كتير لما أشوف واحدة تقول الكل مثلا عمل فيني هيك، الكل تخلى عني، أنا خلص اتدمرت، أنا خلص تحطمت. طب ليش ما بنستغلها تكون فرصة رابحة لنا إنه نقوي من حالنا، نقوي ثقتنا بنفسنا، نعرف إنه ما في شخص بالكون ممكن نعتمد عليه، كل الناس معرضين للاستبدال أيا كانوا ما عدا عيلتك المقربة. أكيد نرجع لنفس النقطة، نحن أولاً أو أنت أولاً أو أنا نفسي، اللهم نفسي، اللهم عيلتي وولادي، وباقي ما تبقى أشخاص وأرقام حوالينا ما بتهمنا أبداً.